انا في خبر كده شايفاه، مش عارفه ده حقيقي ولا لا، ان وزاره الصحه بتسحب الادويه من السوق. فانا ما اعرفش ده ممكن يكون واقعه ايه على الناس اللي هتبقى ماشيه على دواء ومش هتلاقي الدواء، فهيجي لها احساس انها ممكن تموت. وممكن فعلا انت لو صدقت في حاجه تحصل. فقدام شويه نبص نلاقي حالات كتيره وفيات، يقول لك بصوا ده اللي مشي على الطيبات، الناس ماتت من العيش الريتش بيك والناس ماتت لا. فانا عايزه الناس تفهم كويس قوي. انا طول رحله المرض بتاعتي كان معايا الاجنده دي. يعني انا برضو مهتمه ان اوريكم حاجه، هي باينه انها قديمه مش مكتوبه جديده. بصوا التاريخ بتاعها 6/9، حتى كاتبه عدد جلسات الكيماوي، ما اعرفش بالمشقلب باينه. الاجنده دي كنت بقعد اكتب فيها، فكنت حاطه السيستم والنظام وماشيه عليه بالملي ومش خايفه، لاني عندي 3 حاجات. عندي جسمي بقويه ومتحكمه في المدخلات بتاعته، والكلام ده لمرضى السرطان، لمرضى السكر، لكل الناس. عندي جسمي بقويه ومتحكمه في المدخلات كلها، ما بفرطش في النظام سنتي. يعني وانا بقى بتعالج من مرض خطير، غير الشخص اللي ممكن يلعب فيقوم حاطط شويه مش عارف ايه. لا، انت مريض. فممنوع البهارات، ممنوع التوابل كلها، مفيش غير ملح، ممنوع العيش بكل مشتقاته، الدقيق بكل مشتقاته، المخبوزات كلها بكل مشتقاتها، ممنوع اللبن، ممنوع الزبادي، ممنوع الرايب، ممنوع الزبادو بكل مشتقاته، ممنوع الفراخ بكل مشتقاتها، ممنوع كل الوز، البط، كل ده بكل مشتقاته، ممنوع البيكري كلها، ممنوع البيتزات، ممنوع المكرونات، ممنوع الباستات، ممنوع الفاكهه الاناناس، ممنوع الفاكهه التفاح، ممنوع الفاكهه البطيخ. طبعا انت وانت بقى غير الاول، بعد ما خفيت ممكن نفسي تفني اكل حاجه ومعدتي بتوجعني. ممنوع الافوكادو، ممنوع الكيوي، كل الحاجات دي. انا ما باخدش فاكهه غير تين، غير عنب، غير موز وبنسب مش كتير، او رسباري اللي هو التوت كنت بروح اجيبه من مترو لانه ما كانش موجود ساعتها في الشتاء، شهر 8 ولا 9، شهر 8 او 9 ما كانش موجود، كنت بروح اجيبه. فكنت ماشيه على النظام بالملي. ممنوع العصاير اللي مضروبه في الخلاط. ليه؟ بعد ما بضرب العصير في الخلاط بالميه والسكر بيحصل فيه تخمر، فده ممكن ياثر ويسبب غازات ويسبب حاجات في المعده. فلو هيتضرب في الخلاط بيتشرب بعديها ب 20 ثانيه او بدقيقه زي الاسبريسو كده. فما كنتش بشرب عصاير فريش، كنت بشرب العصاير المعلبه. مشيت على النظام وعلى السيستم بالشكل ده، وانا معايا ورقه وقلم بكتب فيها الخطوات اللي انا ماشيه عليها. انا دكتور نفسي، انا حاطه سيستم وماشيه عليه. فلو انت النهارده الدواء اتسحب من السوق وانت ما لقيتوش، هتبقى زي المجنون ومرعوب. فما فيش قدامك غير النظام، انت لازم تجري وتمسك فيه وتمشي عليه. اللي احنا بنقوله في النظام اكل، والاكل ما بيموتش حد. يعني برضو انا بقول الكلام ده كخطوه استباقيه، لان ممكن يكون المقصود من سحب الدواء ان يحصل حالات كتيره امتنع عنها الدواء ومش لاقياه، فيحصل لها اضرار، فيقول لك ده من النظام. لا، انا مش طالعه بقول لك جيب دواء كذا وجيب فيتامين كذا وجيب علاج كذا. انا طالعه اقول لك ما تاخدش كذا وما تاخدش كذا وما تاخدش كذا، وخد كذا وخد كذا وخد كذا، اللي هو فين؟ في السوق اللي الدوله اساسا مسرحه بيه، اللي هو بيتباع. فانا مش بحلل وبحرم، انا بقول لك امنع عن جسمك 1 و2 3 عشان تصح. النظام قايم على امنع تصح، مش خد. امنع تصح. تاني، الألبان بكل مشتقاتها، الدقيق بكل مشتقاته، الفراخ بكل حواشيها، هنمنع الافوكادو، هنمنع الاناناس، هنمنع التفاح، هنمنع البطيخ، هنمنع الكيوي، الحاجات دي كلها عشان المعده. هنمنع المشروبات الساخنه، نعناع، ينسون، كراويه، الحاجات دي كلها ممنوع. كركم ممنوع. مفيش غير الملح اللي بتبل بيه الاكل. بصل وثوم ممنوع. فانا دلوقتي حصر لك كل الحاجات. مريض ولو سليم هتبقى سليم اكتر. طب لو جه واحد شتت منه وبعد ما مشي على النظام شهر واكل قطعه اناناس، هيتعب، فهيفهم، فهيوقف. جه واحد حط شويه توابل او شويه بهارات، هيتعب، فهيفهم، فهيوقف. جه واحد عمل شويه نعناع، هيتعب، هيفهم، هيوقف. النسكافيه ممنوع. اي كوفي عايز اشربه يبقى حبه مطحونه قدامي واشربها. البن تمام مسموح بيه. الشاي ممنوع، اخضر او مش اخضر ممنوع. الملوخيه الدكتور كان بيقول انا بحبها، مامتي بتعملها لي، ممكن اكلها مره في الشهر، بس من الممنوعات. جماعه الممنوع ده مش معناه ان انا محرم عليك الاكل، معناه ان الاكل ده انت هتاكله على عهدتك اللي هيحصل في معدتك منه. لكن لو جيت في يوم من الايام انت حد ماشي على نظام الطيبات، كسرت النظام وكلت من الاكل ده، انت بقى ساعتها لما معدتك تنضف تماما هتفهم. فبقيت انت دكتور نفسك. مثلا انا
متعوده كل يوم باكل اكل صحي طيبات، جيت في يوم شربت كوبايه شاي مش قهوه، دي قهوه، شربت شاي، هتعب، فهفهم، مش هضطر اروح لدكتور، فهرجع اظبط نفسي تاني، مش هموت من كوبايه الشاي بس هتعب. فانا بقول لك امنع الحاجات دي تصح. طب الناس بقى اللي عندها اورام واللي عندها سكر واللي عندها تكلمني تقولي اوقف العلاج واخد الطيبات، انت ما عندكش القناعه دلوقتي انك هتخف من اكل، انت لسه ما عندكش القناعه دي، فخليك ماشي على الطيبات جنب علاجك وجرب. لو لقيت نفسك نشط وبتصحى بدري وجسمك ابتدى يبقى تمام واستجاب وتمام وكل حاجه زي الفل، اتس اب تو يو. انا بقول تجربتي، انا عملت ده وبقيت صحيحه مش من الكانسر في كل حاجه، في كل المستويات. تاني بقول سحب الادويه من السوق ممكن يكون خطوه هدفها حاجه تحصل لقدام، فخليك انت سابق بخطوه. لو فعلا مش لاقي دواك ومش عارف تاخده، امسك في النظام بسرعه وامشي عليه بالملي. حبه الفلفل الاسود تفرق، البهارات تفرق، شويه لبن يفرقوا، معلقه زبادي هتفرق، كل ده هيبوظ لك النظام. مسموح بالطحينه، مسموح بالعسل الاسود، مسموح بالعسل الابيض، مسموح بالمربى، مسموح بالنوتيلا، مسموح بالسكر، بس طبعا ما تافورش قوي اللي هو الطبيعي بتاعك اللي انت بتاكله. السم هو العيش الابيض بكل مشتقاته، والدقيق بكل مشتقاته، البسطات بكل مشتقاتها، والمكرونات بكل مشتقاتها، كل نباتات الارض، كرنب، ورق عنب، كوسه لو قورناها، الدكتور في الاخر سمح بيها، لو قورنا الكوسه وحشيناها رز من غير بصل ومن غير خضار ومن غير حاجات دي ممكن تعدي بس مش اساسيه. لو انت مريض بلاش الحاجات دي كلها، وخليك في البطاطس لانها ناعمه على معدتك. النظام يمشي للمريض ويمشي للسليم. المريض مش هو علاج، لا ده لايف ستايل ونظام حياه يوديك للشفاء. امنع تصح، ده اللي قايم عليه نظام الطيبات. بحبكم قوي.